يعني والله تقيل قوي. بص شكل السندوتش عامل ازاي. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه اكل اسكندراني. فيديو بقى النهارده هنجرب سندوتشات الشاب كاظم. الشاب كاظم هو واحد متخصص في السندوتشات الحلو والحادق كده مع بعض، بيعمل ميكسات جامده. كنا جربناه في فيديو شورتس، النهارده بقى هنجربوه ونشوفوا بقى تجربه السندوتشات بعد سنه من ان احنا جربناه. الاسعار طبعا يعني زادت في كل حته، فهنشوف بقى هل لسه الطعم والكميه اللي هو بيحطها مقابل السعر لسه زي ما هي ولا لا. هكتب لكم تحت العنوان، ويلا بينا بقى نشوف جبنا ايه. طلبنا بقى من عنده 4 سندوتشات حادق وسندوتشين حلو. الأربعة الحادق هم عبارة عن فاهيتا لانشون، كيري سوسيس، فاهيتا كيري بسطرمة، وتونة، وسكالانس. وطلبنا كمان بقى من عنده، يعني دي تقريبا أكتر حاجة عجبتني عنده من الفيديو اللي فات، وهي بلس 47. دي كانت دمار خالص ولسه زي ما هي، نفس الشكل ونفس الحاجة اللي فيها اهي شكلها. فدي هنخليها لاخر الفيديو بس. فقبل ما نبدا بقى الفيديو، لايك كده حلو للفيديو واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. ويلا بينا بقى نجرب اول حاجه معانا. بقى اول حاجه معانا وهي فاهيتا لانشون. دي كده بقى شكلها، دي كده بقى ايه شكلها عن قرب. سعر السندوتش ده عامل 7 جنيه، كان السنه اللي فاتت عامل 6 جنيه، يعني غلاه جنيه بس. في ظل الغلو اللي احنا فيه ده فده غلي جنيه. ونفس كميه الحشو، يعني كميه حشو جامده جدا. ده عبارة بقى عن لانشون متقطع كده وزيتون وجبن، جبنة كده مبشورة، صوص كده حار بيتحط عليهم. فخلينا كده ندوق ونقول بسم الله. كمية الحشو كتير جدا في السندوتش، يعني حشو محترم جدا. هو بيتميز بقى بالحشو الياما مقابل السعر. هو لسه زي ما هو، الحشو ياما مقابل السعر. مم. جامد. سندوتش بسيط جدا، يعني هو عبارة عن لانشون وزيتون وجبنة، وحطيت عليه الصوص اللي هو الحار ده. مودي السندوتش في حتة تانية، طعمه جامد. وب7 جنيه، يعني حاجة سعرها بسيط وتشبع. فخلينا لو هنديله تقييم فهنديله تقييم 9 من 10، ونخش على تاني واحد معانا. نيجي بقى لتاني واحد معانا وهو كيري بسطرمة سوسيس. ده كده بقى شكله اهو. وسعر بقى السندوتش ده عامل 10 جنيه. بيكون فيه كده 4 قطع سوسيس من ديت، والكيري البسطرمة. فخلينا برضو كده ندوق ونقول بسم الله. يعني الحشو برضو كويس جدا مقابل ال10 جنيه. السوسيس مش احسن حاجة، ولكن مقابل السعر بتاعه فهو كويس. لكن الكيري طعمها حلو، الجبنة كويسة جدا، جودتها كويسة، يعني حاجة نظيفة مش حاجة اللي هي التعبانة ديت. فخلينا لو هنديله برضو تقييم فهنديله تقييم 9 من 10. ونخش بقى على تالت حاجة معانا. دي بقى التالت حاجة معانا وهي التونة. دي كده بقى شكلها اهي، سندوتش تونة وسعره عامل 10 جنيه. فخلينا كده ندوق التونة ونشوفه بقى طعمه عامل ازاي. بسم الله. مقطع كده معاها فلفل كده، يعني مش عارف هتقدروا تشوفوه ولا لا، في قطع فلفل كده صغيرة. طعم السندوتش حلو. التونة طعمها كويس، بتدوب كده معاك في السندوتش في بقك. فخلينا بقى لو هندي للتونة دوت تقييم فهنديله تقييم 8 من 10. ونخش بقى على اللي بعده. هنيجي بقى الرابع سندوتش معانا في الحادق وهو فاهيتا كيري بسطرمة. هو نفس شكل الفاهيتا بس بيضيف عليه بقى الكيري البسطرمة. خلينا كده بقى ندوق ونقول بسم الله.
طعم الميكس ده كله مع بعضه جامد جدا. الفاهيتا مع الكيري اللي هي بالبسطرمه ديت مع الجبن المتقطعه المبشوره فوق دي كده على الوش، دمار، حاجه كده عظمه. مم. طعمها جامد جدا. لغايه دلوقتي هو ما جلاش في اي سندوتش من اللي فاتوا، يعني كل قيمه بيديك قيمه قصاد سعر، يعني حشو كتير قصاد مبلغ اللي هو 10 جنيه 8 جنيه اي حاجه فيهم. لكن كجوده وكخامات هو بيشتغل بيها ما شاء الله حاجه جامده جدا. فلو هندي تقييم للسندوتش ده فهنديله برضو تقييم 9 من 10. ونخش بقى على الحلو. هنيجي بقى لأول واحد في الحلو هو السقلانس. السقلانس بقى عنده عبارة عن حلاوة وكريمة وصوص الشوكولاتة دوت بيجرمش كده عليه من فوق بأوريو، بسكوت أوريو. ده كده شكل بقى السندوتش. طبعا بيديك جلافزات، يعني هو بيديك طبعا جلافزات لكن احنا مش هنستخدمها طبعا علشان الصوت ما يطلعش في الفيديو. فخلينا كده بقى بما ان احنا بناكله بقى في البيت فهناكله كده بايدينا. لكن عنده انت لازم تاكل بجلافز، ما ينفعش من غير جلافز، لازم جلافز معاك. فخلينا كده. السندوتش حتى يعني تقيل، حجم السندوتش تقيل جدا. سعر بقى السقلانس دوت عامل 14 جنيه. فخلينا كده ندوق نقول بسم الله. مم. شايفين كمية الحشو عاملة ازاي؟ كريمة مع حلاوة مع شوكولاتة واديله، يعني بوظ الدايت. جامد. هو في الحلو انت اخرك سندوتش واحد، يعني ما تقدرش تزود عن سندوتش واحد، لان بيحط فيك كمية حشو انت لا تتخيلها. يعني انت لو مجربه انت هتبقى عارف كمية الحشو اللي عنده عاملة ازاي. لكن لو انت لسه ما جربتوش لا انت فايتك ياما، فايتك ياما ياما. يعني لو هندي بقى تقييم للسقلانس ده فهنديله 10 من 10. السندوتشات دي ما بتجليش عنده. فخلينا نخش بقى على اللي بعده، واللي بعده افخم من ده بقى. يلا نخش على اللي بعده. هنيجي بقى لاخر حاجه معانا وهو بلس 47 وسعره عامل 16 جنيه. يعني حجم السندوتش تقيل جدا، يعني والله تقيل قوي. بص شكل السندوتش عامل ازاي اهو. ده عباره عن ايه بقى ده يا سيدي؟ عباره عن كريمه صوص اللوتس شوكولاته سوداني مجرمش عليه بسكوت اوريو من فوق. يعني عايز ايه تاني اكتر من كده؟ كل حاجه مسكره موجوده في السندوتش ده. يعني بص انا مش عارف امسك السندوتش والله. فخلينا كده ندوق نقول بسم الله. امم جامد. امم بصراحة مش لاقي كلام اقوله في السندوتش دوت. يعني السندوتش ده بيلخص التجربة كلها بتاعت كاظم. ويعني مش لاقي كلام اقوله. آه اللي ما جربش فعلا كاظم فهو فايته حاجات كتير قوي. بيقدم قيمة قصاد سعر، يعني من الاماكن اللي انت بتبقى مبسوط وانت بتاكل من عندها، يعني كقيمة مقابل سعر. هو ده من الاماكن اللي لازم تدعمها. يعني تقريبا كده ما افتكرش على القناة ان احنا عملنا فيديو لمطعم واو. لا احنا بنعمله مطاعم للمطاعم اللي هي ايه، تستحق فعلا التجربة وتستحق الدعم. فبشكر كل حد قال لي جرب كاظم. وبشكر تعليقاتكم جدا والتفاعل بتاعكم على الفيديوهات الاخير، بشكركم جدا. ولو انت وصلت بقى لغايه هنا من الفيديو فلايك الفيديو واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش. وقولوا لي بقى اجرب ايه في الفيديوهات اللي جايه عشان الفيديوهات الجايه في شغل جامد. ومن هنا بقى الفيديو تاني. السلام عليكم.